درس الموانع للصف السادس فصل الدراسي الأول مع الأستاذ علي. اللي هي تمرينات يكون فيها أيضا تمرينات القفز من فوق الموانع، وأيضا ممكن نستخدم معها الأدوات غير الأدوات اللي كنا نستخدمهن في عنصر اللياقة اللي هن المراتب، الأطواق، الأقماع، وأيضا اللي هو الحواجز، سلم للرشاقة. واضح؟ الحين راح نعمل تمرين شامل لهذه العناصر اللي هن عناصر الموانع. واضح؟ عدة تمرينات. أول تمرين راح نعمل الدحرجة الأمامية، بس نتدحرج ننقلب قلبة واحدة بس. بعد ذلك تتحرك عند القمع الثاني. وش تسوي؟ تلبس الطوق وتنزله مكانه. بعدين ما تترك هذا فتتحرك عليه ايش؟ الكرة الطبيعية. هذه الكرة الطبيعية. ايش راح تسوي؟ راح ترميها إلى الأعلى وتمسكها، إلى الأعلى وتمسكها 3 مرات وتخليها. بعد ذلك توصل اليمين بنفس الطريقة عند الكرة الثانية. راح أثبت بهالطريقة، أمسك الكرة وأثبت بهذه الطريقة. بعد ما أخلص أروح جري سريع بهالطريقة. نوصل هني راح تمرين لنفسه تعلمنا عليه، بس ايش؟ بدل لا يكون للامام يكون للجنب بهالطريقه. واضح؟ نقلب بهالطريقه زين. اخر شيء توصل هني ترجع واحد. واضح؟ شوف نموذج، سوي نموذج. يلا شوف نموذج. تحركي امامي بس تحركي واحده لا تسوي نموذج. روح شوف النموذج. ايوه توقف عند القمع هذه، تلبسه. ايوه خليه زين. وهني 3 مرات فوق تمسكها، ترميها على فوق. ايوه فوق زين. بس داخل المكان. الحين هني تثبت خليها امام. خليها جري سريع. لا سريع. هني من الجنب، لا ما من الامام، من الجنب. صد الصوت. لا واضح؟ راح نشتغل واحد. ليش سويت قاطرتين؟ لان هذا تمرين مثل قاطرة واحدة بس على الوقت طويل. راح نشتغل واحد من كل قاطرة مع بعض بالصابرة. جاهزين؟ هذا بالنسبة ايش؟ قلنا لتمرينات جهاز او الموانع. تتكون من ايش؟ مجموعة تمرينات مركبة. كل تمرين يختلف عن التمرين الآخر. نستخدم فيها ايش؟ عنصرين ركزين اللي هن. ممكن نستخدم دحرجات اللي خاصة بجهاز الجبال، ممكن نستخدم الرشاقة وعناصر اللياقة البدنية، ممكن ايش نستخدم. وهذه الادوات بمعنى عندنا مراتب، عندنا طوق، عندنا كرة طبية، عندنا سلم الرشاقة، وعندنا اللي هو جهاز اللي هو هذا اللي نسميه مانع القفز. الحواجز. راح نشتغل واحد مع بعض مع الصابر. جاهز؟ روح سريع. ايوه يلا سير ورا. يلا اللي بعده سير. هواي لا تستعجل. خليه. لا ايوه نام. تثبت. ايوه تثبت. روح.
سريع 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 سريع. ايوه يلا علي. من الجنب من الجنب. روح. اللي بعدي. تحرك يا اماميه. لبس القمع.